عليكم. كيف انتم يا رجال؟ طيبين ماجورين. موسوعة كيوبيديا العالمية حبت تشرفكم بهذا الزامل، والله يحييكم في محلكم، محل ابو عاذ جل يسلم، ويا مرحبا. هذا مجرد تشريف لكم وتشريف للشيخ بمناسبة حضوره، مناسبة حضور الربع اللي كذلك ضيوف علينا من خارج حطان. والله يحييكم جميع تحيات المطر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، فنحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونقول لكم أرحبوا ثم ارحبوا ثم ارحبوا ترحب بقحطان. مرحبا بالضيوف، مرحبا فضيلة الشيخ الداعية عبد الله السويلم، نقول مرحبا ومسهلا، والله يحييك يا شيخ. نقول عايض بن عبد الرحمن بن رفعة، مرحبا ومسهلا. شاعر الفهاد الشيخ عايض بن عبد الرحمن بن رفعة. ونقول بجميع أخوياهم مرحبا ومسهلا بالجميع، والله يحييكم. خير بداية لكل بداية، آيات عطرة من القرآن الكريم للقارئ تركي الحمالي، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. أيها الحضور الكريم، أسعد الله مساءكم بكل سعادة وسرور في هذا الملتقى، ملتقى الموسوعة العالمية الثالث. نرحب بكم جميعا، وقد عنونوه القائمين على هذا البرنامج كلنا سلمان، كلنا سلمان، كلنا هذا الوطن الجميل، كلنا للوطن. نهني الشعب السعودي بالقيادة الحكيمة، ونهني القيادة الحكيمة بهذا الشعب الوفي الذي يتلاحم مع القيادة في كل أمور هذا الوطن الشامخ الذي نفتخر به جميعا. يتفضل الشيخ علي بن مضحك بتقديم الشيخ عبد الله السويلم، فليتفضل مشكورا. شكرا للأستاذ محمد بن ربيعان. بسم الله والحمد لله. لك الحمد فرضا، لك الحمد طوعا، لك الحمد ملء خلايا جناني، وكل كياني رنوا وغمضا إلهي وجاهي إليك اتجاهي، وطيدا مديدا لترضى فأرضى. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رسول السلام وبدر الظلام وماء الغمام. أحبك ربي فصل عليك الصلاة وأزكى السلام. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمكم جميعا نرحب بالضيوف الكرام، بفضيلة الشيخ عبد الله بن أحمد السويلم، فمرحبا ألف. وباسمكم جميعا نحيي رجال محلف، فمرحبا ألف. وباسمكم نحيي رجال عنز بن وائل، فمرحبا ألف. حياكم الله في محلكم، وأنتم أهل المحل. يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. نتقدم بهذه السيرة المختصرة لفضيلة الشيخ الداعية عبد الله بن أحمد السويلم، فليسمح لي عن هذه السيرة وذكرها، وأسأل الله له التوفيق والسداد. الشيخ من مواليد الرياض عام 1383 هجري، وبذلك يصبح من عمره 53 عاما جعلها الله في طاعته. التحق بمدرسة طلحة بن عبيد الله الابتدائية بالرياض، ثم المعهد العلمي بالرياض حيث درس المرحلة المتوسطة، والتحق بعد ذلك بمعهد الاتصالات بالرياض، ثم التحق بعد ذلك بالعمل في الهاتف السعودي، وبعد ذلك درس في معهد الشفا العلمي بالرياض، ثم كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. تتلمذ على يد الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، وحضر دروسا كثيرة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ولقاءات الباب المفتوحة في كل خميس للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. درس كذلك على يد الشيخ عبد الله بن قعود، وحضر شيئا من دروس سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله. حفظ القرآن الكريم وهو في سن 11 من عمره، وفاز بجائزة الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم عام 1395، واستلم الجائزة في الجامع الكبير بحضور الشيخ عبد الرحمن آل فريان رحمه الله، ومن يد صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز. ومن الأعمال الخيرية والاجتماعية المشاركات الدعوية عبر الإذاعات والتلفاز والندوات العلمية في جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض، إلقاء المحاضرات في كثير من المدن والقرى في المملكة العربية السعودية، المشاركات الدعوية في الحج تحت مظلة وزارة الشؤون الإسلامية، تولى بعض المشاركات الدعوية في الخارج مع لجنة شباب مسلمي أفريقيا، الإشراف على إغاثة اليتامى والمحتاجين،
المشاركات الدعوية مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي في سنغافورة وماليزيا، الاهتمام بذوي السلوك المنحرف من خلال النشاطات الدعوية في السجون العامة ومستشفى الأمل، والسفر ببعضهم في رحلات دعوية إلى مكة المكرمة، المشاركة في جمعية البر الخيرية بضاحية العريجة والاهتمام بقضايا المحتاجين. أسس مركز الحي بثانوية الإمام الشوكاني منذ 4 سنوات، وكان منذ 9 سنوات، وكان من أثاره توبة العشرات من مدمني المخدرات وغيرهم. التوجيه والإرشاد في احتفالات القرية الشعبية غرب الرياض، وهو من تبنى إقامة المخيمات الدعوية للشباب في منطقة الثمامة وغيرها من مناطق تجمع الشباب، ويشرف الآن بنفسه ويشرف عليها بنفسه ويستقبلهم ويصافحهم ويلاطفهم. وللسويلم مجلس للإصلاح الاجتماعي، وقد كان من نتائجه الإصلاح بين الأسر والعوائل عند الاختلاف على الأمور الشخصية، إصلاح الكثير من البيوت قبل وقوع الطلاق وشتات الأسر. هذه بطاقة تعريفية لفضيلة الشيخ الداعية عبد الله بن أحمد السويلم، فباسمي وباسمكم نحييه، إمام وخطيب جامع الأمير خالد بن سعود غرب مدينة الرياض، وعضو بلجنة المناصحة، فنسأل الله أن يوفقه في حله وترحاله، فليتفضل مشكورا لا مأمورا. أنا أعلم أن الشيخ تفاجأ، ما وده بذكر هذه الأمور، لكن عسى الله يغفر الذنب، بيجي منه كلام لعله يعفو عني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجمعنا وإياكم في دار كرامته ومستقر رحمته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. موسوعة قحطان العالمية شكر الله لهم هذا اللقاء، وشكر الله لهم هذا الولاء لعقيدتهم ووطنهم وولي أمرهم. وهذه الأمور التي لا يغل عليها قلب المسلم، فإذا كان الواحد سليم الصدر على وطنه وأمته وولي أمره، فليعلم أنه على خير عظيم بعد رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا إخواني احمد الله على هذا اللقاء وعلى هذا الاجتماع. اجتمعتم هذه الليلة بهذا العنوان الجميل: كلنا سلمان. كلنا سلمان. السؤال: من هو سلمان؟ الجواب باختصار: هو من أمرنا الله بطاعته. اسمع هذه الكلمة وتأملها جيدا: هو من أمرنا الله بطاعته ما لم نؤمر بمعصية. قال تعالى، ركزوا معي على هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولي الأمر في الأمة كالأب الحنون، كالأب مع أولاده. قوة الراعي مع الرعية. إذا صارت الرعية تدعو للراعي، وإذا صار الراعي محبا لرعيته، فإذا أمر الراعي بأمر قالوا لبيك، لا ينازعون ولا يشاقون، كلمتهم واحدة، أمرهم شورى بينهم. صح عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه اللهم صل على محمد، قال: خيار أئمتكم الذين تدعون لهم ويدعون لكم. لاحظ، الدعاء متبادل بين الراعي وبين الرعية. فإذا تكلمنا عن السمع والطاعة معاشر الأحبة، لا نتكلم عن موضوع
للمتكلم فيه حظ أو مكانة أو منزلة أبدا. نتكلم في هذه المواضيع عبادة لله وأمور تقربنا إلى الله، لأن الراعي تحمل أمانة عظيمة، وهذه الأمانة ثقلت على السماوات والأرض والجبال، فإذا ما تعاوننا معه على هذه الأمانة وصرنا معه صفا واحدا صار الخلل، وإذا وقع الخلل وقع على الجميع. أشد وأقوى قوة نستطيع أن نستمسك بها هي القوة الداخلية. إخواني أرجو التركيز خاصة معاشر الشباب. القوة الداخلية. العدو من الخارج لا يستطيع أبدا أن يهزم البيت المتماسك من الداخل، لكن إذا اهتز البيت من الداخل سهل على العدو الخارجي أن يخترق هذه القوة الداخلية وأن يصل إلى مبتغاه وإلى مراد. وأعداء الأمة اليوم يتربصون بنا الدوائر عن طريق الفكر وعن طريق إحياء الطائفية والطائفية القبلية وتحريض الشعراء على سبيل المثال، تحريض الانتماء القبلي، إلى أن وصل الأمر كما تسمعون إلى قضية الانحراف الفكري العقدي. ومن رحمة الله بنا أنهم يواجهون قوة يصيبهم الوهن والضعف. حاولوا مرارا وتكرارا في قضية التمييز القبلي فعجزوا، وخير دليل هذا المجد. كم من القبائل تجتمع في هذا المجد، وكل واحد يفرح بأخيه أكثر من فرحه بنفسه، وكل واحد يثني على أخيه وعلى قبيلة أخيه أكثر من ثنائه على قبيلته وعلى نفسه، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. من الذي جمع هذه القلوب وجعلها تتكاتف وتكون يدا واحدة إلا الله سبحانه وتعالى. لو أنفقت، اسمع الآية، ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أنا أمس في مجلس أحد الأمراء الأفاضل وذكر لنا شيئا في المجلس عن سيرة الملك فيصل رحمه الله. يقول: خرج ذات يوم إلى الصحراء فاجتمع عنده شيوخ العرب، قبائل العرب أتوا يسلمون عليه، فسئل في ذلك المجلس على انفراد: ما رأيك في هؤلاء؟ قال: لسنا بشيء لولا الله ثم هؤلاء. لسنا بشيء لولا الله ثم هؤلاء. يعني هذه اللحمة وهذا الاجتماع وهذه القلوب حينما تصل إلى هذه الدرجة أن يكون الاحترام متبادلا والمحبة متبادلة، هذه من أعظم نعم الله علينا. ولهذا إخواني في هذا المجلس أو في هذا اللقاء كلنا سلمان، علينا جميعا الشعراء، الأدباء، المتكلمون، الكاتبون، الكتاب، الصحفيون، أن نعزز هذا الموقف وأن ندعو إليه. نتكلم بكل شجاعة وقوة واحترام وتقدير لرجال الأمن المرابطين على الحدود، الذين هم الآن على الدبابة والمدفع يقاتلون في سبيل الله ويقفون أمام كل عدو، وعلى القوة الأمنية الداخلية الذين يتابعون المنحرفين في سلوكهم وأخلاقهم وفي فكرهم. فإذا وقفنا مع رجال الأمن وأشعرناهم أننا معهم بعثنا في أنفسهم قوة وأعطيناهم قوة معنوية تكون مددا لهم بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. وهنيئا لرجال الأمن. غيرهم يقاتل لأجل عقيدة منحرفة، وهم يقاتلون لأجل إعلاء كلمة الله ونشر دين رب العالمين. يقاتلون لأجل حماية الحرمين، حماية القرآن الكريم، حماية الدعوة إلى الله، حماية الأعراض، حماية الأموال، حماية أعظم دولة بعد توفيق الله تقيم العقيدة الصحيحة والشريعة الصحيحة. إخواني الكرام، معاشر الشباب خاصة، والله وتالله وبالله لو خرج الآن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو غيره من أهل العلم والفضل ورأى هذه الدولة بهذه الصورة ليسجدن لله سجود شكر من توحيد هذه المملكة على يد الملك عبد العزيز رحمه الله. ونحن على خير عظيم. الأذان في كل مكان يرفع وينادى، المساجد بالمئات بل بالآلاف، حلقات القرآن كذلك، المعاهد العلمية، تدريس العلوم الدينية والدنيوية، محو الأمية عن البلد،
طباعة المصحف الكريم من 100 سنة معاشر الأحبة، والحج على العقيدة الصحيحة الصافية، لم يبنى على خلل في العقيدة. ما هناك طقوس ولا شعارات لعباد القبور والأضرحة ولا للشرك. ما نسمع بكلمة يا حسين ولا يا علي ولا يا العيدروس ولا يا سيدة زينب. الحج قائم على التوحيد الخالص لله، وهذه والله من أعظم نعم الله استقبال الحجاج والمعتمرين، وهذا الأمر لا تظنونه هينا عند الله، بل من أجل ذلك أنزل الله الكتب وأرسل الرسل. وأعداء المسلمين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ويجتهدون أن يتسببوا في خرق هذه الأمة، ولو وجدوا شيئا من ذلك لما تأخروا عنه. والتاريخ معاشر الأحبة خير شاهد على مخططات أعداء، ولهذا انتبهوا من مخططات أعدائكم وتعاونوا على البر والتقوى. والموضوع معاشر الأحبة في محاولة أعداء الدين خاصة من الصفويين ومن اليهود والنصارى أمر خطير، والله بين عداوتهم في القرآن الكريم، وأنهم لن يرضوا عنا ما دمنا مستمسكين بعقيدتنا وتوحيد. والله أخبر أننا لا نغلب ما دمنا مستمسكين بديننا وعقيدتنا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. إيران أنفقت أكثر من 30 مليار لزعزعة أمن الخليج. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، قال الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إن تنصروا الله ينصر ويثبت أقدام. إلى الشباب خاص، احذر من مخططات أعداء الدين، احذر كل الحذر. ولعلي أن أختم هذا اللقاء بحوار صار لي مع أحد الشباب الذين أرادوا خرق سفينة الأمة من الداخل بعد لوثة في أفكارهم وصلت إليهم من أعدائهم. هؤلاء الشباب أبدا الله إذا جلست معهم يعني في المناصحة وفي التوجيه تجد سبحان الله جمالا في وجوههم وقمة أدب في أخلاقهم، لكن هذه اللوثة التي صارت إليهم بسبب مخططات أعدائنا ونسياننا لهم. فمثل هذا المجلس المبارك وهذه القناة المباركة إذا أرسلنا فيها شيئا من الرسائل والتوجيه والنصح بإذن الله تعالى نستطيع أن نحتوي الشباب. اجعل هؤلاء الشباب يسمعون الكلمة الطيبة، اجعلهم يسمعون الكلمة من ناصح، من محب، من مشفق. اجعلهم يسمعون الحوار العقلي، لا سخرية ولا استهزاء ولا استخفاف ولا هوان، لأن في الغالب أن هؤلاء عندهم قوة عقلية لكنها سخرت في غير مرضاة الله. الشاهد هذا الشاب عمره في 18 وقتل عسكريا أحد إخواننا العسكريين، قتله ظلما وعدوانا وغدرا وخيانة مع مجموعة من أصدقائه، يعني تمالأوا على قتل هذا العسكري. أسألهم طيب بعد تنفيذ عملية القتل يعني هل يعني كنت أتوقع يعني بعض الأحيان يكون الإنسان عنده الشهوة، فإذا انتهت هذه الشهوة يندم مثل ما حصل لهابيل وقابيل. قال الله فأصبح من النادمين، يعني فقتله فأصبح من الخاسرين. فلما دفن أخاه ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. قال الله فأصبح من النادمين. قلت هل ندمت؟ قال لا، بل سجدت لله سجود الشكر.
طيب وأنا أبوك لماذا؟ يعني وصل بك الأمر إلى هذا المستوى. قال نعم، عن طريق هذه الوسائل الحديثة. يجي رسائل من سوريا أو من العراق، وربما تكون هذه الرسائل من أعدائنا ومدبلجة، ويصورون لهم صورا، سمت بشيء، ويصورون لهم صورا. أعداء الدين عندهم ذكاء في هذا الباب، الشيطان ذكي وأتباع الشياطين أذكياء كذلك. ولهذا الشيطان وصل به الذكاء إلى أن يخرج أبانا من الجنة، يعني يكون سببا في خروج أبينا من الجنة. ولهذا العداوة التي بيننا وبينهم ليست بالأمر الهين وليست بالأمر السهل. والطرح لا يكفيه يوم ولا يومين ولا ساعة ولا ساعتين، والمناصحة ما تكفي في جهة معينة. لا بد أن يتحول المجتمع كله إلى ناصح، وإلى أن يقف أمام هؤلاء. طيب تعال نتناقش وياكم باب الحوار. قتلت عسكري ماذا تستفيد؟ يعني لو كذا قتلت هذا العسكري وصلت إلى الهدف الذي يطلب منك. الأمر الثاني، من الذي أمرك بذلك؟ طيب أمرني أمير المؤمنين أبو بكر البغدادي. طيب أبو بكر البغدادي هذا الشخص كيف وصل إلى أن ينال منزلة الخلافة أو الأمارة؟ ترى الخلافة أو الأمارة ما تأتي فلتة. يعني الأمير إذا لم يكن له دولة، إذا لم يكن له دولة قائمة ما يكون أميرا. أسأل أبو بكر تولى الإمامة يعني عن أي طريق؟ هل له دولة؟ إذا كان عن طريق الخطابة فأنا مستعد الآن أن أخطب أعظم خطبة، أو نوصي أحد يخطب أعظم خطبة. لو نأتي بأحد الإخوة المصريين الآن، هو قد يكون عاميا لكنه مفوها. هل إذا خطب فينا 10 دقائق ربع ساعة نبايعه على الخلافة؟ أو يأتينا شاعر مثلا يعطينا بعض الأبيات. إذا كانت الخلافة ستنال عن طريق الشعر، وتنال عن طريق الخطابة، وتنال عن طريق أشياء يعيشها الإنسان في الخيالات، كان وصول الخلافة يعني إلى الخلافة من أسهل الأشياء. يعني هذه الخيمة الآن التي عندنا الآن ترى ما قامت إلا بتعب ومال وجهد، ويمكن صاحبها 3 أشهر أو 4 أشهر يعمل بها. لكن أنت وانت جالس الآن تقدر تبني 100 خيمة بالكلام، تقول حط خيمة هنا وحط شارع هنا وصلح هنا، صح ولا لا؟ فهمتم ولا لا؟ واحد من قبل سيرت عليه عنده مزرعة نخل، وزرع له ما شاء الله يجي 1000 نخلة بتعب، يقول قعدت فيها يجي 6 سنين. يقول سير علي واحد من عماني قال لو تحط في ذا نخل وتحط في ذا نخل. قلت والله كان الزراعة بالخشة والله لازرع العالم كله. صادق ولا لا؟ لو الزراعة بس انك تأشر كان اليوم تصير أتجر رجل في العالم. ولهذا في زمن عمر رضي الله عنه واحد ترى قرأ التاريخ قراءة باردة، قرأ عن بيعة أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الناس في سقيفة بني ساعدة، اختلفوا بس شيء يسير 10 دقائق ربع ساعة نص ساعة، وهم خيرة رضي الله عنهم وأرضاهم. اختلف المهاجرون والأنصار في قضية البيعة، ثم تولى الأمر على بيعة أبي بكر. فقال رجل في خلافة عمر يوم حكم عمر، قال لئن مات عمر، تكلم هذا الرجل في الحج، لا أبايع عنا فلان، يعني واحد من عيال عمي أو ربعي أو جماعتي، نبايعه خلاص من قبيلتنا نبايعه. إنما صارت بيعة أبي بكر فلتة. إيش معنى فلتة؟ يعني ما فيها صعوبة أن نجتمع على رجل ونبايعه. فلما سمع عمر رضي الله عنه هذه الكلمة
قال اجمعون الناس بخطبه ببين لهم ان القضيه ما هي قضيه فلته. لو نختلف على الراعي بيصير ضرب رقاب، هذا يبي الراعي هذا وهذا يبي الحاكم هذا وهذا يبي الحاكم هذا. فلما جمع الناس يريد أن يتحدث معهم، سبحان الله فوق كل ذي علم عليم، أصحاب الخبرة والرأي، قال عبد الرحمن بن عوف تعال لا تتكلم في الحج، الحج بعد بيسمع كل ناعق، الحج يجمع الناس يجمع الغوغاء، وكل واحد يبي يشرح كلام عمر على مزاجه. واضح الصورة ولا لا؟ يعني كل واحد يبي يشرح كلام عمر على ماذا؟ على مزاجه هو، ما يفهم كلام عمر. قال طيب ماذا أعمل يا عبد الرحمن؟ قال إذا رجعت إلى المدينة اجمع أهل الحل والعقد واخطب فيهم. ابن عباس رضي الله عنه يقول كنت أنتظر هذه الخطبة بس متى تأتي؟ وبالطبع ما خطب عمر رضي الله عنه وارضاه إلا في المدينة. ثم قال في خطبته وأين رجل كأبي بكر تجتمع عليه القلوب؟ يعني وين نلقى لنا واحد مثل أبو بكر تصير البيعة سهلة في حقه؟ ولهذا شوف الآن أي بلد سقط الآن بليبيا، يوم قتل هذا الرجل القذافي أمره إلى الله، تصدقون الآن فيها أكثر من 100 ميليشيا، يعني كل قرية وديرة الآن فيها مجموعة يحكمهم واحد وبالسلاح. مشكلة بالسلاح. سوريا الآن وش فيها من الشرب، وش فيها من الفتن؟ ترى هذه كارثة إذا ما فهمت. فأنت جالس تبايع رجل على أي أساس بايعته؟ يعني أنا أريدك أن تفهم أن هذه البيعة ليست بيعة شرعية. أنت تبايع واحد مجهول، واحد مسكين ما حكم ولا شبر من الأرض، وش تبايع أنت؟ فإذا سئلت عن أبي بكر البغدادي أو غيره بيطلع لك آلاف من أبي بكر البغدادي، ما يعتبر هذا حاكم ولا له ولاية على المسلمين ولا يجوز طاعته. هو الآن يعني ليس بحاكم، ما له دولة يحكمها. الحاكم في شريعة الإسلام من له بلد يحكمه، من له دولة يحكمها قائمة لها سيادة ولها زعامة ولها مكانة ولها منزلة. والأمر الثاني، إذا ظهر علينا ولي أمر حاكم في أي بلد من البلدان، هذا يحكم الإقليم الذي هو فيه بس. يعني افرض الآن هب ليبيا توحدت على رجل واحد الآن بليبيا، أو سوريا توحدت على رجل واحد، الحاكم في سوريا ما يحكمني ترى في السعودية، كما أن الحاكم في السعودية ما يحكمك في سوريا، ما يحكم رجال سوريا الآن. صاحب الإقليم يحكم إقليمه. أما أنك تجي أنت من حاكم إقليم وتتكلم هنا، يعني مرة واحد من للأسف طالب علم لكن سبحان الله الانحراف الهوى، أثناء المناصحة كان يفتي باستباحة نساء المباحث، استباحة العض. طيب مع المناصحة والكلام معه قال الشيخ أقصد المباحث في العراق. كلمنا بعض المسؤولين الكبار، المسؤول الكبير أفهم منك، خاصة الحاكم ولي الأمر يعرف ذا الأمور، قال له بالله عليك يعني تفتي استباحة أعراض المباحث مثلا في العراق أو في الشام أو في أي مكان وأنت عندي في الرياض؟ يعني هل من المعقول تفتي الناس من أهل الرياض وفي الرياض الناس في العراق؟ لا تخادع ولا تظن أن مثل هذا الكلام ينطني على إنسان عادي فضلا عن حاكم. يعني ينتبهون لمثل هذا الأمر.
جينا للشاب جلسنا معه، طيب تعال أنت وزملائك الذين قتلتم هذا العسكري، لو كان العسكري هذا أخلك بتقتله، قال والله يمكن، لكن ما عندي أخ عسكري. طيب ولد عمي؟ قال نعم ولد عمي ما عندي معنى. يقول بالطبع حاولت أن أقتل ولد عمي، لكن خشيت إيش؟ أن يكون هناك انقطاع في العلاقة بين أبي وعمي. طيب السؤال اللي بعد ذلك وهو أهم، العسكري هذا له أخت؟ قال نعم. طيب زملائك الأربعة هؤلاء أو الثلاثة، هل تأذن لهم أن يستبيحوا عرض بنت عمك أو عرض أختك؟ لأنه يلزم منك إذا كفرت ابن عمك أنك بتكفر أخوك. يعني لو أخوك عسكري الآن تقتله، يلزم من تكفير أخوك تكفير أختك. وإذا استباحت الدماء فمن باب أولى استباحة ماذا؟ الأعراض. ومعناها أن أمك حلال. في ضيع الواحد يعني في أمور لا يفقه منها شيئا، ثم في الأخير يعض أصابع الندم ويبكي ويقول يا شيخ وينكم من أول. وصحيح يعني هذه العبارة قد تسمع منه إذا صدق في توبته، لكن أقول مثل هذه المنابر، مثل هذه الاجتماعات، مثل هذه الجلسات، علينا أن نوجه رسالة. ترى مدحك لولي الأمر ليس بالأمر الهين، مدحنا للوطن ليس بالأمر الهين، محافظتنا على الوطن ليس بالأمر الهين. ترى كونك ما ترمي منديل في الشارع ترى هذا انتماء حقيقي لوطنك. كونك تحافظ على الحديقة انتماء حقيقي لوطنك. تحافظ على المدرسة وما في المدرسة الطالب يحافظ عليها، هذا انتماء حقيقي لوطنك. تبكر في الدوام وتحرص على أعمال الدولة، هذا الانتماء الحقيقي للوطن. نكون لحمة واحدة، نتكاتف في هذا الباب، نبعث في قلوبنا محبة الوطن ومحبة ساكني الوطن ومحبة من يعمل لأجل الوطن. هنا تكون اللحمة، تكون المحافظة. قبل أن أختم، إذا مريت على التفتيش أنت وعيالك، بعض الإخوة إذا صار مخالف ولا يخاف من شيء تلقاه يدعو قال اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، ولا لا؟ لا يا أخي هذا ما ينبغي ولا يليق يا أخي. إلا قل لعيالك ترى هؤلاء من خيرة الناس، ترى هذا مسكين سهران وتارك عياله، ترى مهدد، ولو تأخذ معك كاكاو ولا حلاوة ولا ورد تقول عطه إياه ولدك الصغير، ترى هذه من أجمل الأشياء. وأوصي أيضا العسكريين خاصة أثناء الدراسة، خاصة التمهيدي والابتدائي، زوروا المدارس. ما أجمل أن يدخل الضابط أو العسكري في المدرسة ويسولف مع الطلاب ونفرح به ويجلس معه. يكون مثل هذه الأمور. إن بحاجة إلى غرس الأبناء من الصغر، غرس في نفوسهم محبة الوطن. أنا أقول مثل هذه الرسائل إذا أوصلناها إلى الشباب وإلى الصغار ترى تنمو مع الإنسان، تنمو معه في كبره. وبشركم لا الحمد، ترى أغلب شبابنا على خير والله صحيح، والمنحرفون قلة، ترى ما يمثلون شيء والله، قلة والله ما يمثلون شيئا أبدا، وهم منهزمون في أنفسهم وفي أمورهم كلها. نسأل الله أن يهديهم وأن يردهم إليه ردا جميلا، وأن يوفق الجميع لكل خير. وأسأل الله أن يوفق الملك سلمان ولي عهده وأن يوفق هذه الأسرة المباركة لكل خير، وأن يجعلنا من جنودهم المخلصين الطائعين، وأن ينصر جنودنا على حدود بلادنا، وأن يحفظهم من كل مكروه وكل فتنة. وأشكر بعد شكر الله هذه القناة المباركة، قناة قحطان العالمية، فموسوعة قحطان العالمية، فأسأل الله أن يوفقهم لكل خير، وأصلى الله على نبينا محمد. جزاك الله خير يا شيخنا الفاضل. وعلى قولة الرجل وينكم من أول، هي رسالة لكل راعي. ضيوفنا الكرام أهلا بكم، نجدد الترحيب بكم بين الوهلة والوهلة، فرحا بقدومكم وطربا لحضوركم. كيوبيديا كلنا سلمان، كيوبيديا أنت تكتبها ليقرأها العالم، كلمة ترحيبية
لصاحب فكرة كيوبيديا والمؤسس الأستاذ جلعود بن دخيل آل عرفان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إدارة وأعضاء موسوعة كيوبيديا العالمية ترحب بالجميع وتشكر كل من حضر وشاركنا هذا الملتقى. كلنا سلمان. عنوان اختاره أعضاء الموسوعة: تعزيز وتقدير لكل عمل تقوم به حكومتنا الرشيدة من أجل حماية الإسلام من كل عابث ورفعة الإسلام والمسلمين، وتقديرا لكل من يقوم بخدمة هذا الوطن. إخواني، موسوعة كيوبيديا موسوعة ثقافية تهتم بالمعلومات المفيدة والنافعة للإنسان أينما كان، وتتحدث ب3 لغات عالمية. لا أحب أن أطيل. ختاما، سيقدم لكم أعضاء الموسوعة هدية خاصة بمناسبة هذا اللقاء. أشكر أعضاء الموسوعة لتآلفهم وإعداد وترتيب وتنظيم هذا الملتقى، كما أشكر الراعي الرسمي لهذا الملتقى مؤسسة أعيان الجزيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا متواصلين مع كلمات وكلمة للشيخ مقبل أبو ظهير، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة وجب علي أن ألقي هذه الكلمة، وفيه من هو أعلم مني وأكبر مني سنا، ولكن ما يجول في خاطري أجبرني على إلقاء هذه الكلمة. الحقيقة تفضل أخونا الفاضل الشيخ جلعود بن دخيل العرفان مؤسس موسوعة قحطان العالمية بالدعوة العامة للعموم، وقد عرضت عليه بأنني تحت خدمته في أي طلب يطلبه، وقلت موقعي وموقعكم جميعا تحت أمركم، والحمد لله رب العالمين. هذا أنا أعتبره كرما منهم وتقديرا منهم لي بإقامة هذا الملتقى في هذا المكان الذي هو مكان الجميع. وللأمانة أنا حاولت جاهدا بأنني أقوم بتكاليف هذه الرحلة المباركة التي تزودني شرف، ولكن للأسف رفضوا جملة وتفصيلا بعدم تكلفتي بأي شيء في هذا الملتقى. فنحن طبعا أنا بلغتهم بأنني الخارج وهم الداخلون، وهم الآن هم عزيبنا بيض الله وجيههم من البارح إلى أن ينتهي هذا الملتقى، وهم من أكرمنا وقاموا بالواجبات جميعا. فالحقيقة يشكرون على هذا الجهد الواضح، وعلى دعوتهم جميع الضيوف الذين من خارج القبيلة، فمرحبا ومسهلا بجميع الضيوف، وعلى رأسهم الشيخ عبد الله سويلم وجميع من أتى من حلفنا الأفاضل الكرام ومن قبيلة عنزة الكرام، فأهلا وسهلا بالجميع. فهذا أعتبره محل كل غالي وكل طيب. ثانيا أحب أن أرحب بأخي الكريم أخي الغالي الذي فاجأني بالحضور في هذه الليلة، وهو كان في المغرب منذ 5 أشهر مع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز، وفاجأني بوصوله الليلة وحضوره معكم تقديرا لكم. فالله يحييه مرحبا ومسهلا، والله يحيي الجميع. ثانيا بيض الله وجه كل من تعب، بيض الله وجه من خدمنا من البارح في هذا المكان. والله إني أجي ضيف وأروح ضيف،
أنا يلزمني أن أتقدم لكم بدعوة، لا هم الضيوف الذين من خارج القبيلة ونعتبرهم أهل محل قبلنا، ولا هم قحطان من موسوعة قحطان ومن غير موسوعة قحطان. أنا أتقدم لهم بكرامة، العزم بعد رجال، ولكن أنا لن أسمح لكم بصفتي صاحب هذا المكان، فأنا أتقدم لكم بعزيمة وبنأجلها شوي على أساس تأخذون راحة وتجونا وأنتم مهتوين من المكان والطلعة. إن بغيتوا في الرياض وإن بغيتوا هنا الله يحييكم، ولن أسمح لا للشيخ عبد الله بن أحمد بن سويلم ولا الأخوان من محلف ولا من صبيان عنزة ولا من قحطان اللي حاضرين في هذا المكان، ولا أبغى جواب إلا بقول تنتم. هذا ما أحببت أن أقول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله مرحبا ومسهلا، والله يا محلف انكم هالمحل وانكم غالين الا شفناكم، لا انتم ولا اللي معكم، والله يحييكم جميع. اما انتم يا موسوعتك حطان فلا بسامح لكم رحله. شوفوا كل منكم له واجب، للامانه والله اني كل ما عينت في وجه رجال الا واجب علي، كل ما عينت في وجه رجال الا واجب علي، ولكن بجمعكم في واجب واحد. نبغاها يا ابو فهد، قلت انت تمام، من بغيتوا وبنحطها بعد شهر عشان تكونون انت رديتني من اللي في خاطر. الحقيقه يا اخوان ما ينكر المعروف ولا يسكت عنه. الرجال جاب غنم وحطها في الشبك، يبغى يشارك معنا في كرامة للجميع، وأنا حلفت منه نيابة عنكم إنه ما يجينا منها قليل ولا كثير. والمقام اللي حصل الليل والمكان اللي خلاه لنا يومين ورعى الموسوعة حضورها يعتبر بحد ذاته تكريم للجميع، فأنا منت عليكم وحلفت منه فلاح مغبين جميل الرجال. وانا في بعض جميل اليوم أنت تعزم يا أبو فزاع، وأنت دائما علومك غانمة. المقام وجلوسنا في هذا المكان ورعايتك للموسوعة يعتبر بحد ذاته تكريم للجميع، أعضاء الموسوعة سواء الحاضرين أو الغائبين. والله يطول عمرك، والكلام ختام. أنا والله أنا ودي جالك سالم، كرامتي اللي تخصكم جميع. الله يطول عمرك. نبدأ خشمك. نواصل تقديم الكلمات، وكلمة للشيخ الإعلامي عضو المجلس البلدي في الجله وتبراك عبد المحسن القويفل، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة بعد هالكلمات وكلمة الشيخ عبد الله والله ما لنا كلام، ولكن هذه مشاركة وكلمات كتبتها على شاشة الجوال ولعلها إن شاء الله تفي بالغرض. أقول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، تظل عبارات الشكر والثناء قاصرة عن إيفاء كل عضو من أعضاء موسوعة العالمية حقهم في الدور البارز والبادرة الغير مستغربة في الدعم والتشجيع اللامحدود في كل المجالات، وخاصة في المجال الذي يجسد اللحمة الوطنية ويقوي جوانب الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء، من خلال تثقيف المجتمع ونشر الوعي الثقافي والتوعوي الذي جاب جميع أعضائها في شتى أنحاء العالم. كما أشيد بالزملاء في اللجنة الثقافية على دورهم البارز في إبرازهم لهذا الشعار الهادف والرائع الذي يستوطن قلب كل مواطن في ظل الظروف الراهنة. كلنا سلمان. نعم، كلنا سلمان عبارة قصيرة الحروف كبيرة المعنى، وكيف لا يكبر معناها. كلنا وما نملك فداء لهذا الدين والوطن، كذلك وما نملك فداء لهذا الوطن أنفسنا وأبناءنا وأموالنا، فداء لديننا ولأرضنا ولقيادتنا خلف ملك الحزم والعزم. نسير وكلنا سلمان، كلنا سلمان في قراراته، كلنا سلمان حبا وولاء وانتماء. كل مواطن زرع أبا فهد في قلبه معنى الولاء وحب الانتماء، فملأ الأرض عدلا وأعاد للوطن هيبة الشموخ. نعم، لقد أعاد الملك سلمان لهذا الوطن هيبة الشموخ، فردد المواطنون كلنا سلمان. فهنيئا لهؤلاء المواطنون بهذا القائد الذي سكن حبه القلوب. وفي الختام أكرر شكري وتقديري للجميع وللجنة الثقافية على هذا التنظيم الرائع، ونسأل الله جل وعلا أن يديم على هذا الوطن وأهله ومن على أرضه الأمن والأمان، كما ندعو لإخواننا وجنودنا البواسل على حدود بلادنا بالنصر والتمكين على أعداء الدين. ونسأله سبحانه أن يوفق ولي أمرنا سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضورنا الكريم للشعر حضور شاعر قال فأبدع، صاغ أجمل المفردات للوطن، شاعر انتقل من المنطقة الشرقية إلى الحد الجنوبي ليقيم أمسية كلنا الوطن، الشاعر ذيب العبيدي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل زور فيه شور، وكل خاطر فيه كلام، وكل واحد وده أنه يتكلم، ولكن الحقيقة بعد ما قاله الربع ما عاد لنا مجال، وكفونا جاي يسلمون بالكلام والعلم الغانم، وحنا بنكفيهم بقدر الإمكان بالقصايد. فأقول يعز الكلام وتنحره ضيقة المظهور، ويدفن بلا سبه ونبكي على الأطلال، يجير من الماضي ويزحف عليه الدود، وتبقى بقايا هيبته فزعة الحيال، يمثل كيان الصمت والعاب في نشود، على غرغرة صوت التناهيد قص حبال، تخيلت زفراته من الغيظ ما به فوت، وسيست باقي زفرته والعتب لا زال. أنا من تعب نفسي ومن ريحة البارود أودع رتل شرها، ويلفي بعدها ارتال، علشان ما نفقد مبرك الذود. يا أهل الذود أحدد مباركها وأدور على الوبال، وانا ميس والياس ما له وراي حدود، وانا وذا واقع مظلم، وهذه حقيقة حال. يباس الغصن اسبابه قطع عرق العود، وجذع النخل في الارض والتمر له كيال، ولكن وانا ميس تجي فرحتي وتعود، ثمنها ثمار دانية في يد المحتال. يمر السحاب وبارقه في سناه يقود، بقايا مخيل قبل ما وصل همال، بروقه تلوح وفي ثناياه حن رعود، تزلزل ماقف الفاجر الطاغي المختال. هنا نكسر الحاجز، هنا ناسم المفروض، هنا صوتنا يوصل، هنا نترك الأطلال، هنا هيبة التاريخ للمسلمين تعود، هنا ترجع الأمجاد وتبين الأفعال، هنا نترك الترميز ونوضح المقصود، هنا ملحمة بكر العبيدي فخر تجتال. أعبر عن الواقع، أعبر عن الواقع وسيف النقا مجرود، وعزي من الوالي وقولي عليه رجال. تعالوا نقول الحق والغافلين رقود، ترى هيبة الإسلام ذا اليوم في رجال. وانا ودي اشرح قصة مالها سوى رفعت عقالي بوضح النقا في الحال. تحية وفا للقايد اللي نباه يزود، سلايلها للطالات يوم العلوم ثقال. ملك الحزم والعزم سلمان آل سعود، ورث الشكالة والسطر قاهر العيال. عليه السلام اللي يسوقه أبو بنود، وعليه التحايا كلها والوفا مرسال. على هيبته منا سلام بنفحة عود، وعلى سيفه الساطي تحية تسر البال. وزن كفة العالم على سيف المجرود، وصادم وجيه هزها الماقف الصمال، وتعرض هياكل في خرافات روبن هود. تعيش بظلام في ضلال يظل أجيال، وعلى مصدر الإرهاب ما كاد راسه كود. تسلح بدين اللي على ملته ما مال، معه في الخليج أخوان طود نزاحم طود، رجال على عهد الوفا
حققوا الأمال دروع على ضد العدا للخليج عضود سيوف على الجاهل وتبقى الجبال جبال. ختام الكلام يعيش سيف الوفا المجرود يقص رقاب العوج ويصحي الجهال. وسلامتكم جميع. صح لسانك يا ابو عبد الاله. ونستمر كلنا سلمان، يستمر قطار الشعراء يجول بنا في اجمل حدائقه. المشاركه القادمه للشاعر الدكتور حامد الجذع، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله مساكم جميع. وبالنسبة للدكتوراه باقي في الطريق، ما بعد حصلنا عليها وإن شاء الله قريب. في بيتين الحقيقة قبل القصيدة الوطنية أقول: من أقصى الجنوب اليوم يا ربعي عنيت لمقابل أهل الطيب ورجال الظفر، الملتقى اللي له تعنيت ولفيت، من جاه يبشر بالنشامة بالسفر، ذكر وحديث وعلم واللي بهقيت تاجدهم عينك خير من الخبر. حنا أهل التوحيد والديني حميت ولا أن دون الوطن أية عذر. حن كلنا سلمان هالفعل وصيت، قحطان هالفعل على طول الدهر، ولا وبيعه كل منا مستميت دون المقدسات وولاة الأمر. من أقصى الجنوب اليوم يا ربيع عنيت لمواجهة للطيب ورجال الظهر. هذه الحقيقة بيتين قبل القصيدة الوطنية اللي ممكن أو القصيدة اللي ممكن أنها تكون في هذا المساء، ونسأل الله التوفيق الجميع. الشعر من هيض القريحة جاد وفي موسمه جاي على ميعاد، أحكمت قيفانه وجيت بفنه وحضر معي في ساحة النقاد، ونحمد الله عارف ان اسلوبه وانقاسمانه والفكر وقاد. فرايد محد وسمها قبلي شرد ونال الشاردة صياد، ولا أقول أنا وصلت فيه القمة للشعر شعار وفيها سياد. ومن منبر ربوعي أقول جزاله ربعي هل التاريخ والأمجاد، شعر لما جاء لازمه عديته وانوبه عن ربعي الكناد. حرب سليمان وحرق جداني وعبيده قحطان فخر عماد، نيابة عنهم نقيت اسمانه والفضل لله والبيوت جداد. نيابة عنهم نقيت اسمانه والفضل لله والبيوت جداد، بمناسبة بيعة ملكنا العادل تجديد عهد وبيعة تنعاد. سلمان العزم والنخوة، أبو فهد سيف العدل والراد، الله جعل به نصرة للسنة وقضاء على أهل الغدر والإفساد. الله جعل به نصرة للسنة وقضاء على أهل الغدر والإفساد. وأنا مواطن والوطن يلزمني أصوغ شعر من صميم فؤاد، يا ديرة أهل الدين وأهل التقوى، يا منبع التوحيد والإسناد. بعث بها خير البرية رحمة، بعث بها خير البرية رحمة، وانقذ به المولى ضلال عباد. جاهد وعز الله به أهل الملة ورفع به علاب أهل الضاد، كانوا يعبدون العرب للعزة ويشاركون عبادته بنداد. فارسل لنا طه شفيع رحمة ومعلم للخير والإسعاد. كانوا يعبدون العرب للعزة ويشاركون عبادته بنداد، فارسل لنا الهادي شفيع رحمة ومعلم للخير والإسعاد. وسار الصحابة سنته من بعده والدين عم وللبسيطة ساد، وتهاوت عروش الكفر وانزاحت وقامت خلافة راشدة وجهاد. قضوا على كسرى ودولة قيصر وانهوا سنين الظلم والإلحاد، وبنوا حضارة ما سبقهم مثلها من قرطبة قامت إلى بغداد. في الطب وعلوم الفلك بانواعه والهندسة أصبح لها رواد، أمثال ابن سينا وابن حياني، وعلم الفارابي وصل كل بلاد. وتحولت من ضعفنا للخارج منها استفاد الغرب والهازاد، صارت درس في بلاد أوروبا وتفوقوا والعلم فيهم جاد. وعود علينا الجهل مرة ثانية والعلم ضيع والفكر ما فاد. ضاعت علينا الأندلس والمشرق وعاد الصليبيين والأوغاد، واحتلت اليهود بيت المقدس والظلم زاد وزاد الاستعباد، حتى بدا فجر وعهد مشرق لبلادنا والله لها قدرات.
قام المجدد وابن مقر الناصر وتعاهدوا والكل منهم فاد. هذا يحارب للبدع ويحذر، وهذاك سيفه باتع وسناد الدولتين الأولى والثانية المنهج بدون حياد. الدولتين الأولى والثانية والمنهج بدون حياد. وعادت قبائل للعبث والفوضى والجهل عاد، وصار الاستبعاد. وديارنا هذه وديارنا زاد التعصب فيها والجهل فيها والتقاتل عاد. أما على الماء والحطب والمرعى ولا الفخر مرمس قد باد. هذا يصبح ذا وذا يهجد ذا، وحوش غاب ما لها رداد. ثم قام حظ الدولة وعزتها والشر ولا والصباح انقاد. عاد الإمام بن سعود ووحد للمملكة بالشرع والهفاد. عاد الإمام بن سعود ووحد للمملكة بالشرع والهفاد. عبد العزيز الصيرمي بو تركي 50 عام يجاهد ولا هاد، حتى توحد كل قطر فيها وقضى على التمييز والأحقاد. دولة سلفية وحكم عادل، ومات الإمام وكمل الأولاد. ملوكنا آل سعود نعم الأسرة، ملوكنا آل سعود نعم الأسرة. قول صحيح ما يبي استشهاد. ملوكنا آل سعود نعم الأسرة، قول صحيح ما يبي استشهاد. وحنا سيوف في يدين الحاكم لعد الشريعة دوم بالمرصاد. وجدودنا الأبطال أكبر شاهد يوم الحماد وبدر كالأساد وفتح الحديدة والرغامة فيها، والله نصرهم وهزموا الأجناد. واليوم حنا مع ملكنا القايد عهد لنا من سالف الأجداد. حرب على من خالفوا دين الله، ونصر لكم يا ملوكنا وعضاد. لما دعانا شيخنا لبينا، لما دعانا شيخنا لبينا لما دعانا شيخنا لبينا. لنا بن قنطاش وريث شداد، وعيالنا درع لحد الدولة مع التحالف جملة وافراد. وعيالنا درع لحد الدولة مع التحالف جملة وافراد. من السعودية وربع من قطر ومن الخليج اللي يعرب المنقاد. حنا قحطان وقحطان تعرف لإثارة الهيجة وقد حزنات. حنا قحطان وقحطان تعرف لإثارة الهيجة وقد حزنات. نارد على حوض المنية نارد بأبطال حرب وعدة وعتاد. الله ينصرنا على عدونا ويهلك قلال الدين والحساد، ويحمي بلدنا من جميع جهاته في ظل من عزه ومن له شاد. سلمان أخو نوره إكعام العايل بالحزم والعزم أذهل الأضداد. ادعو الله أن الله يطول عمره اللي وطى روس تحب عناد. وصمام الأمن محمد بن نايف ننعم بحزمه ونهنا برقاد. ولي عهد وله عضيد النادر محمد ولد سلمان به سداد. وحق الوطن على المواطن لازم، ومن لا يقوم بواجبه جحاد. رجل تنكر للوطن والدولة حقه يودى للصفات يقاد. واللي يزعزع لمن يقطع راسه، ومن دور لها الروافض صاد. واللي زعزع لمن يقطع راسه، ومن دور لها الروافض صاد. الله يهدي الضال عن ضلاله ويعزنا بالدين به ننقاد. واختامها على الرسول أصلي ما لا أحبرق وما رعد رعاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صح لسانك، صلوا على النبي. كان هناك كلمة العضو المجلس البلدي في محافظة المزاحمية، وعندما شاهد اللي هو وليد بن سويلم عندما شاهد البرنامج اعتذر من إلقاء الكلمة، فنشكره ونقول بيض الله وجهك أبو سويلم. نرحب بضيف الشرف عايض بالرفعة ومشاركة وطنية، فليتفضل. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. الشيخ عبد الله قحطان ويام في محلف يجتمعون في محلف، والقحطاني لمن قد به ضيف من عندي مرحب، واليامي كذلك، فحنقول ارحب مرحبا ومسهلا باسم المحلف. انا واخوي الذرب الشيخ ملهي بن حسن العرجاني، هذا ابن عمي يطول العمر، يقول لقد الرجال معه سلاح طيب في عرض به عند قدام الرجاجيل. ابيه ملهي اللي خذا شرق الرياض حي الخليج ووزع على صبيان على الفهد والعرجاول وعلى تويام. حي الخليج ذا الحين شرق عند الشيخ جابر غربا منه. وجيت مع حمر العين نايف بن صالح الرفيعي خوي السعد، يجمل نفسه ويجمل قبيلته بفعله الطيب واخلاقه الذربه. القصايد الوطنيه والله انها غايبه عني اليوم، ولكن منبر قحطان منبر عز.
حطان لمن جاء الواجب الوطني على حدود الوطن أول ما يظهر حمر العين منهم يجمل قبيلته وقبائل المملكة العربية السعودية. ونجل الفزعات في صبيان قحطان يجملون كل ما ظهر منهم من نادر، من اللي بدت في مكة المكرمة إلى البحرين مد المد الصفوي إلا صبيان محلف يتقدمون لما نتكبر الظل والجمع. فأنا عندي قصيدة وطنية ماني بحافظها وابو نواف يذكرها، ولكن أنا بجيكم قصيدة اجتماعية. أقول لمن جاء رفيقك ما يبرك بعلم زين، وما جاه من قلة دبار تكبر به، كريم على الأقصى بخيل على ندلين، ثقيل على نبك حريص على نبه. أبى أقولها من دون شك ولا تخمين، هذا الجرح لعال وهل الطب في طبه. أنا يا رفيقي حال في متبع علمك فيني، ومن صد من دربي يابا صد من دربه. ولا يا رفيقي لا لحق الزمان الشين، مقاصيك بالسيات لو انك السبه. لحيث اني اشوفك مثل الخشم والعين، اجامل معك واقول يا رب يا رب يدوم الستر معادنا، ابغى اقصى المقصين، هذا حلم اللي لا رقدت اتحلم به. متى نجتمع صف يشادي يسور الصين، على الصدر درع يكسر السيف والحربة. وانا من نشدني وش بلا خاطرك حزين، ادور على عذر سمين اتعذر به، واقول السفر يم المعاطيف هاليومين، وانا واحد ما اقدر على البعد والغربة. توكل على الله يا رفيقي وقول امين، عسى الله يهون كايد الامر والكربة. سلامتكم. صلوا على رسول الله. لا انت يا ابن رفعة بيض الله وجهك وصح لسانك. فالشيخ عبد الله يا شيخ عبد الله ابن رفعة يقول القحطاني لا جاء عند اليامي رحب، واليامي لا جاء عند القحطاني رحب، وهذا حلف ما يخفى عليك انت واللي مثلك. وتطرق القحطان، وبما انه على منبر قحطان انا اقول في كل دار اليامي اذا حضر بان. هذا الصحيح اللي ما يبغى دلايل. يا من حلفنا لغش الجو دخان، وحين حلفهم نطع على كل عايل. ما عليك زور. واقول في محلف يا نجران، ما دام محلف فيك يا نجران فلا يلحقك خوف ولا يلحقك دله. ترى يا نجران تاريخهم برهان، وتاريخهم فيها الفخر والوفاء كله. ويا حلف السعد حنا معاكم على الحدان، ويشرح على اللي كلمته ما لها دله. وحن كلنا تحت الاوامر مع سلمان، وسلمان هو اللي يعقد الحبل ويحله. صحة بدانكم وجهك. اما الان مع الشاعر فالح ابن كدم فليتفضل. الصوت طيب والراس طيب والفعل طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا ومسهلا فضيلة الشيخ وبضيوفنا كلهم. تقولون صوت يا ابو فهد حنا لي اختف الشليل، جندك على الطاغين يا من افترى. لا ما دعيت نجيك لو في نصف الليل، ما هي بتفرقنا المداين والقرى. عادتنا يبرى بها القلب الغليل، نرد حياض الموت نرجع ورا. حنا السعوديين جيل بعد جيل، عهودنا ما هي بتباع وتشترى. قادتنا مثل الجدي ولا سهيل، وجموعنا موج المحيط يهدرى. امر وياتونك مراويت الصقيل، كل بالجرايه على من تهترى. وبشر بنا اللي جالها صوت وعويل، حست لها بإذن الإله من العرى. بإذن الله انت تلقى بنا ظل ظليل، حنا الجبال الليلة ظل وذرى. سلامتكم. لا هنت بيض الله وجهك. وما الآن نترككم مع الشاعر صالح بن سفران فليتفضل. ما عليكم زود، مساكم الله بالخير جميعا. بما ان الملتقى هذا باسم كلنا سلمان، فنقول كلنا سلمان لنادى المنادي في سلاح الجو ولا المدفعيه، نحتمي اغلى وطن واشرف بلادي، دون حد الدار تجذبنا الحميه. اما القصيده فهي كالتالي: يا الله يا مطلوب يا خير هاد، يا عالم بالبينه والخفيه، تدلني درب الهدى والرشاد، وانك تجمني البدع الجزيلات. يا الله يا مطلوب يا خير هاد، يا عالم بالبينه والخفيات،
تدلني درب الهدى والرشاد وانك تجمني البدع الجزيلات من بعدها سلام ينصى بلاد دار الملوك اللي رقوا بالبطولات آل السعود أهل السيوف الحداد تسليمة نعيدها 10 مرات ومليون مرة لك يا ملكنا القيادي سلمان الحزم والمهمات ومليون مرة لك يا ملكنا القيادي سلمان الحزم في المهمات الحاكم العادل ورايه سدادي بالعدل ننعم بالأمن والمسرات مليكنا اللي يوم نادى المنادي وقف مواقف الشرف والبطولات ودون الوطن والشعب ودون الوطن شعب السعودي يفادي يصمد كما تصمد جبال السراوات والله ما نسمع كلام المعادي وليالجهم سلمان نقب الجماعات مكة وطيبة حبها في الهوادي نفدي ثراها بالنفوس العزيزات عاش الوطن في حفظ رب العباد المعتلي من فوق 7 السماوات وتسلم رجال ما يجيها الرقادي تحرس وطنها في جميع المجالات وسلامتكم. لا هنت وصح الله لسانك. أما الآن مع الشاعر وازع بن حمد فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب ترحيب قحطانا في محل قحطان بكم جميعا. حقيقة حنا في ملتقى علم ودين وحبيت اني اجيب ابيات في العلم نور يقتدي فيه شاعيه مثل القمر في مظلمات الليالي عكس الجهل ما يقتدي فيه شاعيه يمشي على جرف وجاله هيالي يطيح لو حث القدم في مساعيه ما يفرق الثنتين شمس وظلال العلم كنز يحتوي صدر وعي يسوى مصاريف الذهب والريال كم بيت عز طاح واصبح تنعيه وكم بيت ذل صافحتها الجبالي وين اللبيب اللي كلامي يوعيه ما يرتضي الهين صبيه العلالي يحث ركبه لا سمع صوت داعيه من لا يذوق المر ما ذاق حالي وما يرعى قفرا ويبسة مرعيه وما تسوي الظلمه ونور الهلال. هذه قصيده اجتماعيه. النوم أبعد والسهر صار عاده وقلبي اللي صاحبتها الهواجيس ترد عليه جموع ما هي إفراده وردت معطيش عدتها المراميس في لاهب الكنة تحالى برادة قمت تزاحم مقرعة الحواريس أزري تزيح الهم صعب جهاده وهني ملا حس بصدره حواسيس اللي يبغى نومه يجر الوساده وانا يا من عس جتني كوابيس عيت تفارقني ولو في العباده يا الله يلي ذكرك يدحر ابليس هلون على قلب تزايد عناده من خلقته مهاب شي ولا ريس عي طموحه لا يخالف مراده عزمه يقوده يمروس النواميس ما ينثني عزمه وتعب جواده مال الطموح حدود ويضه مقاييس مدام للرجال رغبه وراده راس الهدف لو كان دونه محابيس السهل هي والصعايب رياده من لا عشقها ما تجي له مراويس عسراتها هانت وصارت سعادها حبها لو هي اشتاده ومتعيس متربين في بيوت عزه وقياده شيخان عز ما تهابه المقابيس منهم تعلمنا واخذنا لشاده العز تاج ما ترومها مفاليس من عز نفسه رام مجده وساده ومن هانها لا ينظر القدر لديس مجلس عز ولا نثيله رماده وممشل حالك ولا مرافق مدانيس يلي تبى المضمون جت كلفات من شاعر جاب البيوت المتاريس وصلوا على اللي جاب نطق الشهاده محمد اللي درس الدين تدريس واسمحوا لنا على التطويل. صح لسانك يا ابو حمد. ويستمر هذا اللقاء مع المنشد الرائع سعيد ابو ظهير. مساكم الله بالخير جميع وارحب والله يحييكم جميع. هذه القصيده سبق شليتها وهي للشاعر فراج بن ريف القرقاح ومهداه للشيخ عايض بن عبد الرحمن بن رفعه ومن غلا قايلها وغلا المهداه له بعيد هذا الليل في ذا الماقل. زبدة العلم يلي تكسب الطالة ما يحسم المواقف غير راعيها والله اني معز الرجل لرياله والمصالح ترى ماني براعيها كم صحيب مسحنا رقم جواله لو يقول املك الدنيا وما فيها وانت شيخ شعاني طاري افعاله شيخ قوم وشاعرها وراويها ابن رفعه مقر الشعر واجزاله مثل بن الرعد ديوان قانيها
ابن رفعه مقر الشعر واجزاله مثل بن الرعد ديوان ناقيها وافي من زحول العرف وجباله وقفته ما حد يقدر يجاريها يا ميزان القصيد طابت امثاله اسمك يعطر اولها وتاليها اسمك يعطر اولها وتاليها. سلامتكم. تستاهل يا ابو عبد العزيز تستاهل. الان مشاركه مع الشاعر جبران السريعي فليتفضل مشكورا. صلوا على النبي. الله يمسيكم بالخير. تطرق الشيخ عبد الله السويلم الله يحفظه وينفع به ويكتب اجره للفئه الضاله وفكرها، ولا عندي كم بيت بالاخص في داعش اصحاب الفكر المنحرف عقائديا وسلوكيا. ولا القصيده تقول: يا شله التكفير والتفجير والفكر العقيم، يا أهل الضلالة يا حثالة يا بقايا شرذمة، يا داعش الفتنة وشق الصف وإبليس الرجيم، يا لعبة الفرس المجوسة للنفوس الواهمة، يا زمرة الإرهاب والتضليل والنهج السقيم، يجهل بشر واغبى بشر وخس من جر سمة، أحفاد فيروز اللعين الفاجر النجس الذميم، اغتال سيدنا عمر غدر وطعن في محزمة. أنتوا شواذ الفكر شذيتوا عن الدرب السليم، وانتوا القلوب الفاسدة وانتوا العقول المجرمة، داخل بيوت الله قنابلكم لها صوت وحطيم. من حلل التفجير والمسلم من يحلل دمه، خنتوا الوطن باسم الجهاد، خنتوا الوطن باسم الجهاد وتحت تنظيم وزعيم، وترددون خالفتوا الدين الحنيف ومنهج الذكر الحكيم، وسنة رسول الله عدلتوا عن قيمها المحكمة. اللهم صل وسلم عليه. خالفتوا الدين الحنيف ومنهج الذكر الحكيم، وسنة رسول الله عدلتوا عن قيمها المحكمة. خنتوا الوطن باسم الجهاد وتحت تنظيم وزعيم، وترددون ان الشهادة بانتحار وملحمة. كم من صغير ينتظر جية الابو مسايتيم، وش ذنب ذاك الطفل من بكاه من هو يتمه. وكم من عجوز هدها الحزن وشكت من كل ضيم، عقب الولد عقب السند ما جورتي يا مسلمة. الله عظيم والله عليم، الله قوي والله حليم، يمهل ولا يهمل تعالى جل شانه معظمه. وتخسون يا داعش ومثواكم جهنم والحطيم، دون الوطن جند الوطن واهل الوطن في لازمه. وسلامتكم. لا انت وصح لسانك. نعتذر من الشيخ على التاخير، ولكن نبيه يكون معنا ونتشرف بوجوده معنا. مشاركه للشاعر الكبير والمنشد الكبير، احد رموز الساحه قبل 30 سنه ولا زال، مفلح السلاطين، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا وطننا هيبتك في العالي، ولك على غر السحب من زالي، في الحروب وفي السلام موطني بين الأمم له هيبة، عزته في مكة وفي طيبة، وافتخر أني سعودي. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 لا، وافتخر اني سعودي. يا لا 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 يا لا 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 لا، وافتخر اني سعودي. بعد هذا والبروق تلوحي، وخاطري أهل الوفا مشروحي، للجميع أزكى سلامي. يا لا 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 يا لا 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 لا، وافتخر أني سعودي. بعد هذا والبروق تلوحي، وخاطري أهل الوفا مشروحي، للجميع أزكى سلامي. التحية للجميع أهديها، للرجال أهل الوفا نثنيها، يا عريبين الجدودي. يا لا 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 يا لا 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 لا، وافتخر اني سعودي.
لا 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 يا لا 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 وافتخر أني سعودي يا لا 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 يا لا 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 وافتخر أني سعودي. والسلام عليكم. أيها الحضور الكرام، ناتي إلى التكريم، تكريم من يستحق التكريم في هذا المساء الجميل. ندعو المهندس علي بن غانم للتفضل لتقديم الهدايا، كذلك ندعو فهد بن غالب لمشاركته لتقديم الهدايا. التكريم الأول في هذه الليلة لشيخنا الفاضل والذي له تقدير على الجميع، عبد الله السويلم، فليتفضل مشكورا بأخذ هديته. الله يجزاك خير، والله يبغى يفتن عليكم، الله يوفقكم يا رب العالمين. الله يجزاك خير، الله يجزاك خير ويجمعكم. تكريم لضيوف الشرف لهذه الليلة الشاعر الكبير عبد الرحمن بن رفعة، فليتفضل. عايض بن عبد الرحمن بن رفعة. التكريم الثاني لضيف الشرف لهذه الليلة رجل الأعمال الشيخ سعد بن محمد الغايبي، فليتفضل مشكورا. طبعا تنويه الهدايا مقدمة من الموسوعة العالمية لمن يستحق التكريم في هذه الليلة من ضيوف الشرف ومن الضيوف المشاركين. تستاهل. تتصور؟ تتكلم صدق. السلام عليكم، صلوا على النبي. دامكم كرمتوا ابوي، فانا لي انا مني انا واخوي تبرع للموسوعة 20,000 ريال مني انا واخوي للموسوعة، وان شاء الله تنزل في حساب ابو فهد. سلام. وواجهك نبداك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله، اللهم أصلح له ذريته. لا يستغرب الشبل إذا تكلم بهذا الكلام، فهو ابن ذاك الأسد. بارك الله فيهم وأصلحهم ونفع بهم الإسلام والمسلمين. نقول الهدية بيكون نقاشنا مع الوالد ومعك إن شاء الله فيما بعد، وأنتم دائما قريب منا، والمال ليس كل شيء. وجودكم معنا في كل المواقف هو أكبر ناموس، وإن شاء الله يكون لنا نقاش في بعد الحفل هذا، والله يبارك فيكم ويكثر خيركم. مساكم الله بالخير. أول شيء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المكان مبارك ويجمعنا وإياكم في دار كرامته، ونشكر القائمين على هذا الحفل ونشكرهم على التكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. وبالنسبة للهدية اللي قدموها العيال فهذا شيء بسيط وأنتم تستاهلون أكثر، وإن شاء الله بمشيئة الله سبحانه وتعالى زي ما تفضل الابن الله يبارك فيه تنزل في حسابك يا أبو فهد، لأنك أنت اعتبر المتحدث في هذا المكان، والظاهر الأمور عند الله سبحانه وتعالى ثم عندك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التكريم الثالث في هذه الليلة للراعي الرسمي مؤسسة أعيان الجزيرة لصاحبها مقبل أبو ظهير، فليتفضل مشكورا. كذلك تكريم لمنتديات العرجة استلمها ملهي حسن العرجاني، ملهي حسن العرجاني. أكبر هدية مواجهة تستاهل يا ملهي. خلص قناة الشيخ. نشكر جميع القنوات الذين شاركونا لهذه الليلة بالنقل. هناك تكريم لقناة السيوف يستلمها عنهم الإعلامي نايف الرفيعي.
التكريم الآن لمؤسسة رويال ميديا للشاعر الإعلامي دعيرم السويداني، يستلمها عنهم سايح علي. أعزائي الحضور، نشكر لكم حضوركم على أمل أن نراكم في ملتقيات قادمة.